الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما سار على خطاه. أقدم لكم نفسي أنا عامر أخو أبو الخطاب الصغير، وإحنا من بعد الله سبحانه وتعالى إحنا المسؤولين على أبو الخطاب، إحنا أهله وعمامه وقرايبه. بالفترة الأخيرة اشتهر أبو الخطاب على مجال واسع بفضل الأخ بعد الله سبحانه وتعالى أبو عابد. الرجل جزاه الله خير مشى بأبو الخطاب وطلعوا وتونسوا، تغير انطباع أبو الخطاب، قام ما يخاف، قام ما يستحي من شغلات المفروض ما يستحي من عندها. الناس عرفته والناس حبته والناس تبرعت له، وهذه نقطة لا تنكر، فضل أبو عابد بعد الله سبحانه وتعالى. وبعدين راح أبو الخطاب مع أبو عابد وقلنا له أنت مخول، وراح يسوي إعلانات ببغداد، وما شاء الله يعني انتشر على مجال واسع بالمحافظات وداخل المحافظة وخارج المحافظة. فإحنا مخولين ونقول ما دام أبو الخطاب متونس ومستفاد ولو شيء قليل جدا، لكن الحمد لله إحنا هذا كله يصب مصلحة أبو الخطاب. لكن بالآونة الأخيرة أبو عابد يعني اقتنع إنه هو المفضل على أبو الخطاب، وهو اللي أنقذه من الفقر، واقتنع بكلام الناس إنه أبو عابد أنت الرجل المنقذ وأنت بعد الله، واقتنع بكلام المفروض العاقل ما يقتنع به، والعاقل ما يسولفه. فأبو الخطاب من بعد الله سبحانه وتعالى، أبو الخطاب قبل لا يعرف أبو عابد هو متزوج وعنده بيت وعنده أطفال وعنده راتب، لا بحال أبو عابد ولا بحال شهرة ولا بحال الناس. الرجل الحمد لله مكتفي ومقتدر ماديا، لكن اتضح على الشهرة غير الشهرة بسبب تضليل إعلامي، والشخص يحب المدح ويحب أن يحمد بما لم يفعل. اقتنع أنه هو المفضل، لذلك الناس تهجمت علينا تهجمات قوية، وأتعبتنا بالتعاليق وأتعبتنا بالمنشورات، وأنتم مثل أخوتي يوسف. فيا أخوان، اللي أرجو منكم عدم الاستماع والحكم من طرف واحد. إحنا الطرف الآخر، إحنا طرف أبو الخطاب، وإحنا أخوته، وإحنا المسؤولين عليه. إحنا هسه صار عمره 34 سنة، ما قالوا الناس وين كان قبل لا يعرف أبو عابد، شلون كان عايش. إحنا هذه قدرتنا، والحمد لله. إذا جعنا يجوع، إذا متنا يموت، إذا طبنا يطيب، وهذا اللي نقدر عليه. لكن أبو عابد ظل الإعلام ونشر علينا منشورات ما أنزل الله بها من سلطان، هو هذا الدمرنا. سالفة العرس قدر الله سبحانه وتعالى وأن لقينا زوجة مباركة لهالرجل الخير، ولله الحمد تمت بالكمال والتمام. سالفة العرس ولله الحمد والفضل والتمام، لقينا زوجة مباركة من أهل بسطاء لأبو الخطاب. أبو عابد قال تقبلون إحنا نتدخل بأمور العرس، لأن أبو جنة تبرع تكاليف العرس كلها من زفة من كذا. قلنا له اللي يفزع حياه الله، والما يفزع هم جزاه الله خير، احنا ما عندنا مشكلة. بعدين من صارت الخطوبة وصارت فضائح بالخطوبة وتصاوير، وتصورت أشياء المفروض ما صارت، أشياء المفروض ما تصير. أبو عابد شرط علينا العرس بالموقع، واحنا كل نسواننا وعراضنا راح تروح هناك، واي واحد بينا، اي واحد عربي شريف ما يقبل زوجته او اهله او اخته او امه تصور وتنشر على مستوى العراق. يتساءل البعض ليش احنا ما نسوي عرس ابو الخطاب بالموقع؟ طبعا هو ابو الخطاب رجل مشهور ونشهر على مستوى دولة، والعراق كلهم قاموا يعرفونه، يعني صار ابن العراق كله. فاذا صار عرس، ومن المعلوم انه الناس المشاهير الزين البعيد كلها راح تجي، ومن المعلوم ان العرس عروس واهلها واهل العريس، والعريس كذلك يجيب اهله. فما نريد نصير مثل ما صار بالخطوبة، صارت فضايح وصارت تصاوير، وهذا اي عربي شريف ما يقبل انه يتصورون اهله. اللي صار انه ابو عابد وابو جنة شارطين علينا انه العرس بالموقع، واذا ما صار العرس بالموقع نشيل يدينا. فإحنا ما نساوم على شرفنا وعرضنا، اللي يتبرع بكيف، وما يتبرع حياه الله. قلنا نسوي العرس بغير مكان، أو ما نسوي عرس، الأمر عرسنا وإحنا بكيفنا. أبو عابد قال لي أنا بنفسي
قال لي غصبا عنكم يصير عرس بالموقع. شنو غصبا عنكم؟ أنا هذا عرس أخوي وهذا عرسنا، يعني إحنا أمر عائلي خاص جدا من أخص الخصوصيات الأعراس. وين ما أريد أسوي ما أي واحد ما من حقه، عمامي ما من حقهم يفرضون علي وقت العرس ومكان العرس. لا، هو شرط علي قال العرس بالموقع غصبا عنكم، وإذا ما تريدون تنشيل يدينا أنا وبجني. قال لي شيل يده حياه الله كيفكم. وأنا من هذا المكان أسأل المشاهدين والموجودين وأصحاب العقول، ليش أبو جنة وأبو عابد شارطين شرط العرس بالموقع، وإذا ما صار بالموقع إحنا نشيل يدينا؟ وفي الختام أرويزية أهلنا وأخوتنا، وعلى راسي من كبير من صغير هم أبو عابد، وإحنا أخوة ما شاء الله وأهل وقرايب وما بيناتنا شيء، لكن الشغلة من تمس الكرامة أي واحد ما يقبل. لذلك أعلن من هذا المكان علاقة أبو الخطاب وأبو عابد إعلاميا انتهت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الطرفين في حياتهم مسيرتهم الإعلامية برزقهم. أسأل الله أن يوفق الجميع، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.